ان لما يتذكر لفظ في القرآن ممكن يخاف منه المؤمن، تلاقي ضده بيتذكر بالضعف بتاعها. يعني مثلا زي لفظ جزاء اتذكر 117 مرة، الضد بتاعه اتذكر الضعف اللي هي المغفرة اتذكرت 234 مرة، العسر تتذكر 12 مرة يتذكر ضدها اليسر بالضعف 3 مرات يعني 36 مرة. طب كلمة الصلاة ذكرت 5 مرات واحنا عندنا في اليوم 5 صلوات. طب لفظ يوم ذكر في القرآن 365 مرة واحنا عندنا في السنة 365 يوم. طب كلمة أرض ذكرت 13 مرة وكلمة بحر ذكرت 32 مرة. لو حاولنا نجيب نسبة مئوية للأرقام دي أو لتكرار الأرقام دي فهنلاقي كلمة بحر بتعادل 71% وكلمة أرض بتعادل 29%. ولو جيت بحثت هتلاقي ان دي النسبة الفعلية لنسبة البحار مقارنة بالأرض على كوكبنا، على كوكب الأرض. طب انت تعرف ان الرقم الوحيد اللي حير جميع العلماء هو رقم 7، وان رقم 7 ده له معنى وله إعجاز ولكن محدش عارف تفسيره ولا هيعرف تفسيره لغاية يوم القيامة. وان رقم 7 النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مقترن بيه، لان في بعض الحاجات اللي كان بيعملها النبي عليه افضل الصلاه والسلام مقترنه برقم 7، ودي موجود فيها حكمه الهيه ومن ضمنها ان الانسان يعرف حجمه، ان مهما وصل بيه من علم وبلغ بيه من علم فهو ليه حدود يوقف عندها في العلم ده. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي مقترنه برقم 7 عدد الاراضين 7، عدد السماوات 7، عدد ايام الاسبوع 7، ابواب النار 7، عجائب الدنيا 7، الطوف حول الكعبة 7، الطوف بين الصفا والمروة 7، أمر الله بالصلاة عند سن 7، عدد آيات سورة الفاتحة 7، عدد البحار 7، عدد الجمرات اللي بتترمى في الحج 7 جمرات، المعادن الرئيسية في الأرض 7، الأنواع الأساسية من النجوم 7، المستويات المدارية للإلكترون 7، عدد ألوان الضوء المرئي 7، شعاعات الضوء الغير مرئي عددها 7، الطيور لما بتهاجر في سرب بتهاجر على شكل 7، عدد تكبيرات العيدين 7 تكبيرات، عدد قارات العالم 7، اللي هيظلهم رب العرش في ظله يوم لا ظل إلا ظله هم 7. طب لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو عديت عدد الكلمات بتاعتهم هتلاقيهم 7. أهو كل الكلام اللي فات اللي انت سمعته ده في ناس بتطلع تتداوله وبتتكلم فيه تحت مسمى الإعجاز العددي. أغلب المشايخ طلعوا علقوا على الكلام ده وقال لك إن ما فيش حاجة اسمها الإعجاز العددي، وإن الكلام ده كله كلام فاضي وما يعتدش بيه وما ينفعش ناخده ولا ينفع يتداول أصلا، إن الكلام ده يعتبر مفسدة للعقول وإضافة شيء جديد في الدين تحت مسمى البدعة، وإن كل الكلام ده اللي ما فيش أصل عليه ولا دليل ولا صحة. ويقول لك لأن أغلب الحاجات اللي بتتعرض دي بتكون المعلومات اللي موجودة فيها معلومات مغلوطة وإن كان بعضها صحيح، ولكنهم بيمشوا بمبدأ دس السم في العسل. فأنت لازم تاخد بالك وتعرف إيه اللي بيتعرض عليك وإيه اللي بتسمعه بيسمعوه أطفالك.